بسم الإله الباري الواحد القهار مسير السواري والفلك السيار من لا يجور إن حكم ولا يصيبه السقم به البرايا تعتصم ومن إليه تحتكم ثم الصلاة طر جهرا بها وسرا على إمام الأنبياء ومالئ الأرض ضياء الرحمة المهداة والنعمة المسداة صلاة عبد آمل شفاعة في الآجل والآل والصحب معا ومن يكن متبعا فهذه وصايا صادقة النوايا إلى شباب الدين وركنه المتين ومن عليه المعتمد وللثغور هم مسد إليكها معالم على الطريق دائما توق بها عيثارا وتأمن الأوزارا غنت بها الحمائم واكتست القوائم كتبتها وبشجا واقية من الفتن لتقلع الشقاق وتزرع الوفاق بين شباب يافعي يسعى لكل نافعي مستفتحا أقول وربنا المأمول لكل شيء حكمة من نعمة أو نقمة فالخالق العظيم والمبدع الكريم قد خلق الأكوان وما أراد كان فكل شيء بقدر في المبتدى والمستقر وإن بدا فيه ضرر فهو امتحان للبشر فلتصبرن يا فتى على البلاء إن أتى فكل ضيق ينفرج وكل صبح ينبرج وقد تهب العاصفة قوية وناسفة وبعدها أمطار لخيرها إدرار واعلم بأن الفتن من ربنا ممتحنة فخذ وصايا جامعة دانية ويانعة تزودوا بالعلم واتزروا بالحلم فمن يكون عالما وللنصوص فاهما تجده إن خطب ألم كشعلة فوق علم تنير درب الحائر وتهدي كل سائر فإن ظفرت في الفتن بمثله فكن كمن هبت عواصف الشتاء فلاذ في كهف وذا تجده دوما سالما وفي الرزايا غانما ففضل أهل العلم قد حار فيه نظمي وجد في كل عمل ولا تميل للكسل فكل عبد قادم إلى الإله نادم من زلة وهفوة أو منكر وسهوة ليسألن خمسة جهرا وليس همسا شبابه فيما بلي وعمره فيما فني وكسبه والنفقة في أي شيء أنفقه وهل أقام ما علم من يعملا فقد سلم فالعلم من غير عمل كضاعن قد ارتحل ولن يعود أبدا ما دمت لم تمدد يدا والمؤمن التقي الخالص النقي مغتنم لخمس قبل حلول خمس شبابه قبل الهرم وصحة قبل السقم ومنفقا في اليسر قبل حلول العسر ومن يكن مغتنما فراغه ما ندم ومكثرا من عمل قبل حلول الأجل إذا ألمت نازلة وللعقول بازلة وحار فيها العقل وما استبان النقل فيمما نحو الصمد واسأله عونا ومدد فإن للمعبود غوثا بلا حدود إن وقعت أحداث وساسها أحداث أو جاهل لا يتقي وبالأمور لا يعي فاعلم بأن الأمة حاقت بها ملمة فاقصد بحور العلم أولي النهى والفهم من كابدوا الحياة وانتهجوا الثبات على الطريق الأقوم والمنهج المقدم من قد علاهم شيب وانزاح عنهم عيب يهدون كالنار
النصيحة نقية صحيحة، فالرشد عند العالم الواضح المعالم، فاركن إليهم واستند وانهل من العلم وزد، ولتأتهم مستفسرا لا عالما أو مخبرا، واحفظ لأهل العلم من قدرهم ما تهمي به سحائب النعم، فخيرهم قد انتظم، والحب للأثبات نصر على العيدات، وكل من تربص بالخير شرا وعصى، والطعن في الكريم كالنار في الهشيم، فلا تذم عالم ما عشت فيها سالما، واحذر من العجب فما أشده من العمى، فالعجب داء قاتل عن السداد عازل، يذهب لب العاقل في كل أمر نازل، ومن يكن عبد الهوى فشر داء قد حوى، ما خالط القلب هوى إلا كشامخ هوى، أو مثل حقل مرتوى وزهره فيه دواء. إياك والنميما والجدل العقيما، ولا تكن خصيما مشاتما ذميما، واحذر من اللجاجة واقذفها كالمجاجة، تشتت القلوب وتظهر العيوب، واربع عن الأسافل بحسن سمت فاضل، فسيء الأخلاق تهدي إلى النفاق، فحتها ولا تذر كحت أوراق الشجر، ولتسكن المعالي وكل صرح عالي، وكن رفيقا لينا ومرشدا مبينا، فالرفق بالشيء يزين ونزعه منه يشين، لا تطلق الأحكام مجازفا مقداما بدون ما روية أو رؤية سوية، ولا تكن عنيدا لا تقبل السديدا، ولتطلبن الحق فيما عنا أو دق، وخذه ممن حمله مدام صفوا بدله، واحذر فإن العاطفة من غير علم عاصفة، تورد كل سالك لساحة المهالك. إياك والإرجاف والنذر العجاف، فذاك شر وغرر سالكه على خطر، فكن حصيفا عاقلا مستوثقا وسائلا، ما كل ما يشاع من كذبة يذاع، ولا تكن بطالا تغير المكيال، فمن يكون أوفى لما تراه استوفى، من المديح أغدقه خالصه وأصدقه، ما دام أفتى وانبرى بما تقول أو ترى، وكل من يخالف فهو الذميم التالف، مكيالهم تعده فيه الشرور ضده، فلا تكن كيالا مع الهوى ميالا، والزم سبيل الرشد ترقى مراقي المجد، وليس كل من حشد أدلة فقد رشد، والحفظ للأدلة من غير فهم علة، فالحق في فهم الخبر فهما صحيحا معتبر، فمن حوى التنزيل والفقه والتعليل مع فهم قصد الشارع فهم اللبيب البارع، ومرفقا بالناس في شدة وباس، مراعيا عند النظر درء الشرور والخطر، وجلب كل صالح من أيسر المصالح، فذاك خير باذل عن الصواب سائل، إن خالف الحق فقد بعلمه قد اجتهد، وحينها بلا ملام أدى الحقوق واستقام، والرؤيا في المنام كعابر الغمام، إلا غوث فيه للبلد وما عليه معتمد، فمن يعلق أمله على رؤى محتملة، أو يربط الأمور بما يرى دهورا، فذاك ضعف وخور ومسلك فيه ضرر، يصرف صاحب الهمم عن الوصول للقمم، فإن رأى الدراري تكسف في المداري، ثم تضيء أخرى على الشعوب غمرا، يقولها مفسرا لما رأى معبرا، لمجدنا عز سلف والنصر يجنيه الخلف، تسري ركائب الفرج من بعد ذل ومرج، من يتبع الأحلام يضيع الزمام، قد ترك المسبوك وعانق الشكوك، فجلها أضغاث وما بها غياث، يريد نصرا وشرف من غير سعي للهدف، فالنصر يأتي بالعمل لا بمنامات المقل، فكن لبيبا حازما بكل فضل
بفضل قائما. ومن يتابع الخبر وعارف بما استتر من حال كل بائس من أمتي ويائسي، وحال كل من ظلم في أرضه ومن قسم، يسره ما سرهم يبكيه ما قد ضرهم، فهذا حقا قد صدق في حبه وما مذق. وليس هذا يعني أن له أن يفتي بكل ما أصابهم وكل خطب رابهم، فالفتيا ليست مركبة فمن أرادها كبا، وتركها للعالم أولى من التعالم. وانظر لحال الكتبة مشارب مستعجبة، فكاتب بصير إلى الهدى يسير، قد جند الحروف وأشهر السيوف لقمع كل فاسق وساذج ومائق، وآخر ضرير على التقى يغير، قد مزق العهود وأنشأ السدود، في وجه كل فاضل ومخلص مناضل، تجده عند النازلة يكتب كل مائلة، فاحذره واحذر جربه فمن يصبه أعطبه، واعلم بأن الكلمة أمانة مستحكمة، وخيرهم من كان بيانه بنيانا، لا تظهر المعايب والسوء والمثالب، فليس من هدي الأول إظهار ثلب أو سفل، ويعظم الملام إن قدح الإمام لقدحه علانية، مساوئ فما هي نفوره عن القبول، وتركه هدي الرسول، وكره للصالح من العباد الناصح، وفيه صدع الأمة بما يزيد الغمة، فالنصح في العشير ضرب من التشهير، وهو على انفراد أقرب الانقياد، وقدحه في الغيبة يذهب كل هيبة، فيستطيل الفاجر بفسقه يجاهر، وصاحب الأهواء يضج بالعواء، وتفسد الأمور وتظهر الشرور، ويطمع الأعداء وتكثر الأدواء، فهيبة الإمام تقي من الهوام، فاهجر طريق الغيبة ولا تكن ربيبة، لكل فكر فاسد من حاقد أو حاسد، فما لحاسد قبول وشمسه نحو الأفول، وواجب الإمام إقامة النظام ونشر هذا الدين، والغوث للمسكين، والرفق بالضعيف رفق الأب الحصيف، والأمن للمظلوم من غاشم ظلوم، فبطشه مهيب وخيره رغيب، ولا يعز عنده إلا التقي وحده، لحكمه إحكام ورأيه إبرام، للخير خير قدوة وشعلة وجذوة، والعدل أس الحكم وهو نقيض الظلم، فالظلم يحبس الديم وحيث ما كان هدم، إقامة للعدل تعدل كل بذل، فمن يكون عادلا بين الورى وباذلا، فإنه معان وعرضه مصان، وكان من خير الورى ما لاح نجم أو سرى، وإن تنازع البشر برأيهم وفي النظر، وكان كل يعتقد أن الصواب لم يحد عن رأيه وما رأى كأنه وما درى، أن الخلاف واسع بين الأنام شاسع، فرده إلى الكتاب وسنة بلا ارتياب، ولا يكون الاختلاف مفسدة للائتلاف، فهذا شرع أحمد والمنهج المحمدي، ولا تكون النازلة لاهية وشاغلة عن الأمور كلها دقيقها وجلها، فهذا من ضعف النظر ومشرب فيه كدر، فليس فعل الجاهد إقفال باب واحد، وترك باقي الثغر صيدا عظيم الوفر، لكل سهم غادر أو طعنة من فاجر، إن
فإن عدو الأمة يسعى بكل همة لجعلها رهينة ذليلة ماهينة، وهو لها غاشوم في لجج يعوم. فإن فهمت المقصد ورمت عيشا سؤددا فقم أيا نؤوم، فالحال لا يدوم. واحرص هديت الجنة على الهدى والسنة، فإنها ملاذ وبلغة وزاد. وإن يكن ثم حزن أو أطبقت بعض المحن وعز فيها الصبر حتى استطيب القبر، فارفع يديك علها تنال يوما سؤلها، وبث كل ما بك لمن إليه المشتكى. شد له الرحالا وجرجرا أذيالا، واغترف اغترافا من فضله اعترافا، فعنده كشف الكرب والأمن من كل عطب. ولتكثرن الطاعة من ساعة لساعة، فهي عتاد من هلك وكل سالك سلك. وذكر الآنام في كل أمر قام، أن رجوع العبد لربه سيجدي، في دفع كل غائلة وحفظ كل نائلة. وانظر لحال من عبر هل دام صفو أو كدر، فهذه الدنيا غير ليست لحي مستقر. فالهل دروسا واغترف من زائل ومنصرف، وقلب الطرف وقف وقوف حائر أسف، محاسبا للنفس على قصور الأمس، ورمم الخراب وكل صفو شاب. فالعمر ليس إلا كمستظل ظل، يوشك أن يزول عنه وأن يحول. منظومتي وصية سليمة الطاوية، فالبسها كالقلادة مضيئة وقادة، أهديها للشباب الطالب الثواب، فليأخذوا بما بها وينشبوا الناب بها. عضوا عليها ضرسا ولا تخافوا بخسا، فقد خلعت غمدا وما ادخرت جهدا، في ضربها من الفرقة وسد كل شقة. فإن بدا فيها خلل أو اعوجاج أو زلل، فسدد المقالة فالنصح خير قاله. جعلتها معالما على الطريق دائما، أخذت رسم المعلم عن عالم فلتفهمي، عن شيخنا العلامة عبد العزيز الشامة. وأقصد السدحان مسددا معانا، الناصح المعلم من لا يريد درهما، من النعيم الزائل أو مغدق النوائل، يريد أعلى الجنة من ربه ذي المنة. فاجمعنا يا رب بها ولترضى وارضنا بها، وكل صحب صالح على الدوام ناصحي، كمثل الشيخ الغازي عبد العزيز البازي، وابن عثيمين الذي بالشرع خير مقتدي. وإنني محب لنهجهم، فالحب يوصل كل حبي وسائر في الدرب، إلى جنان ونهر يحار فيها ذو الفكر، وروضة وجوهر وشربة من كوثر. والزوج حور عين فاز بها قامين، فجنة الرحيم دائمة النعيم. فكلها مشمرة فرابح من اشترى، واقرأ كتاب الله تفكرا لا ساهي، تجد وعودا جمة تزيل عنك الغمة. والخاسر المغبون من دمعه هاتون، في يوم لا ينفعه دمع ولا يمنعه. فكن لبيبا عاقلا وحصن المعاقلا، بدمعة وقت السحر مرتلا بعض السور، وسابقا للخير سبق فتي الطير. وفي الختام أرجو مبتهلا وأدعو
ندعو من ربنا تعالى أن يعظم النوال على انشغال البال الأيام والليالي في سبك هذا النظم على قليل علمي. أحمده وأشكره وكل حين أذكره، أسأله ملحا والدمع مني سحا أن يعفو التقصير والزلل الكثير، وألبسن التاج مقالة الخداج بأعطر السلام على النبي الإمام. ما استعذب الزلال أو طلع الهلال، وآخر المقام حمدا على الإتمام.